النيازك اللي توجدت في المناطق الصحراويه كلها ياخذ اسمه، يعني ما يبقاش النيازك يعني يمشوا يتباعوا بلا ما ينعرف البلاصه ديالهم والاسماء ديالهم. الشق القانوني معروف الان، مسموح يعني بشراء وبيع النيازك في اطار القانون، يعني هذا امر واضح وكنوضحوه للناس. يعني راه ما كاين حتى شي اشكال باش انسان يبيع نيزك، راه ما عنده اي مشكل، يبيع يشري ما عنده اي مشكل، خاصو غير ما يعرف كيفاش الطرق يعني العلميه باش ما يضيع التسميه ديال هذاك النيزك. انسان جبر نيزك يدير له تصويره حدا الجي بي اس باش ينعرف المكان اللي جبر فيه هذاك النيزك. ومزيان الا اتصل بالجمعيات ولا اتصل يعني بالمراكز ولا يعني يعني اللابوراتوار، يعني مختبرات التحاليل باش يعرفوا له على الاقل هذاك النوع ديال النيزك شنو هو، باش ما يضيع كما ضاعوا نيازك اللي نعم. وايضا احنا يعني كنا درنا بشراكه مع المتحف الجامعي، درنا خبره مجانيه لصائدي النيازك ولجامعي النيازك وللمهتمين بالنيازك، يعني مع المتحف الجامعي للنيازك. وهي وكما كتشوفوا دريك الناس كتجيب النيازك باش تعرف شنو هذا، وهذه مناسبه باش يعرفوا ملي الاثمنه ديال النيازك والانواع والمسائل المنظمه، القوانين المنظمه لهذا المجال هذا. تماما، يعني كاين هذه الحالات كاينه، لكن اليوم يعني هذا هو الهدف ديالنا فعلا، على انه مشات نيازك باهظه الثمن، يعني كتساوي اموال طائله مشات غادرت، يعني بحال البلاك بيوتي، بحال تيسينت، بحال كذا. يعني للاسف حنا ما البلاك بيوتي في المغرب يعني واصله يعني 15,000 درهم، 10,000 درهم، شي حاجه يعني بلاك خوت فيزيون، يعني كومبلي، شي حاجه بيسا كومبلي الجرام الواحد. اذا وبر القمر، النيازك القمريه والنيازك المريخيه هي الباهظه الثمن، هي اللي كتكون يعني تقريبا كيوصل الثمن ديالها حتى ل 5,000 درهم الى 10,000 درهم على حسب يعني الجده ديالها. الا كانت شيت يعني طايحه جديده يعني القمر كيكون غالي، ولا كان القمر يعني قديم، يعني على حسب الشكل وعلى حسب الهيئه وعلى حسب النوع. يعني كاين انواع من القمر، يعني كاين الانواع الغاليه وكاين الانواع اللي رخيصه، يعني في حدود 300 درهم 400 درهم للجرام الواحد. كانت عندنا واقعه يعني في السنه الفارطه، السنه الماضيه، يعني مع كانت عيطت لنا الجمارك ديال العيون. كان يعني بلجيكي يعني خرج يعني شي نيازك، ولو كان جهل، يعني جهل القانون. يعني هو درك النيازك تم تقنينها واصبحت الوزاره الوصيه عليها هي الطاقه والمعادن. اذا اي شخص كما سواء كان يعني مواطن يعني مغربي او اجنبي خاصو يعرف على انه الا بغى يخرج نيزك يعني ضروري من اجراءات قانونيه لازم يتبعها. يعني ماشي مشكل كما قلت لك على انه البيع ديال تخرج نيزك من خارج المغرب، ما كاين حتى شي مشكل، ولكن خاصك دير له واحد فيش تكنيك ورقه تقنيه نوع النيزك وتخرجوا تبيعوا، يعني هذا ما فيه حتى اشكال. المشرف على هذا العمل هو الطاقه والمعادن، وزاره الطاقه والمعادن.